مضى أشرف، مضى بعد وقفة قصيرة بيننا لكنها خلاقة أخذنا فيها من ركود ماضينا إلى وثبات مستقبلنا، دون أن ينسى أن نحمل في أيدينا زادنا الحضاري في رحلة التحدي الطويلة. فقد أشرف طلفاح فقد موجع ومفجع، فقد لقامة وقيمة وسيرة ومسيرة فنية كبيرة، فنان كبير، أحد أعمدة الوسط الفني الأردني والعربي. أشرف فقيد للإنسانية جميعا، ليس للعروبة فقط ولا للأردن فقط، إنما للإنسانية جميعا. وما يؤلم ويحز بالنفس أن فقد أشرف كان فقدا مختلفا ما زال يكتنفه الغموض. بداية يعني نرجو الرحمن الرحيم أن يتغمد برحمته، ونتقدم من أسرته والأسرة الفنية الأردنية والعربية ومحبيه بأصدق التعازي. فقدنا قامة فنية هامة ومميزة على مستوى الحركة الفنية، وفقدنا نجم قادم لأنه هو صاحب موهبة متميزة. تلقينا هذا الخبر كأنه صاعقة وقعت على الجميع، يعني وفاة الشهيد أشرف طلفاح. يعني أشرف من الفنانين الكبار، من أعمدة الفن في الأردن، وأشرف كان من الفنانين الطموحين جدا، وكان يسعى للحصول على شهادة الدكتوراه في مصر. الله يرحمه ويصبر أهله ويصبرنا جميعا على هذا الفقدان، لأنه أشرف ممثل بجوز إذا بحكي منقطع النظير بالساحة الأردنية، ما أظن أني بكون ببالغ، لأنه أشرف كان يشكل حالة استثنائية. مصابنا كبير، وجعنا كبير، والله يرحمه. أولا موقف سفيرنا بمصر، جمهورية مصر العربية، معالي السيد أمجد العضايلة، كان وقفته واضحة مع أهل الفقيد، مع نقيب وقفة النقابة بنحييها، يعني الله يحييه المخرج محمد يوسف العبادي، نقيب الفنانين وأعضاء مجلس النقابة. كلنا بنعزي العائلة وبنعزي أنفسنا. واليوم نحن لن نتخلى عن تبين أمر ما سوف يكون هناك تصعيد من قبل الوزارة بصفتها. لا يا سيدي واضح، احنا واضح موقف الحكومة. نعم. اليوم هذا موقف، أنا اليوم جاي أعزي نقابة الفنانين. موقفنا الأردني واضح، ابدا ما عندنا اجنده. دائما هلا كنت عم بحكي مع سعاده النقيب انه الاردن ما بتخلى عن مواطنيه اطلاقا. والله يحييكم، والبقيه بحياه الجميع. نقابه الفنانين جزء من مؤسسات الوطن اللي بنعتز فيه ونفخر، ويرفض الوطن بالثقافه والعلم، ونصدر ثقافتنا وافلامنا ومنتاجنا الى العالم العربي والاسلامي. فمن واجب أن نشارك في مثل هذا اليوم بوفاة المرحوم أشرف طلفاح الذي انتقل إلى رحمته تعالى. والحقيقة طريقة وفاته هزت المجتمع الأردني، ولذلك من واجبنا أن نشارك هذا الفرح. هذا الشاب كما علمت ملتزم دينيا ويقرأ القرآن، وكان يجب أن يتم التحقيق بطريقة أفضل وأجود من هذه. وكنت أتمنى أن يكون لدينا في الأردن عندما حضر أن يتم إعادة تشريح الجثة لنقارن بين التشريح الذي تم في القاهرة وما تم هنا. ما سمعت شخص عنه إلا ذكروه بالخير، ولذلك يعني نترحم عليه. ومجيني اليوم هنا لأشارك إخواني نقابة الفنانين بحزنهم على فقدان فارس من فرسانهم.